السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة قصص فيها عبرة. المرا مشات لواحد الحمام شعبي وسولات مول الحمام على واحد المرا سميتها ربيعه خدامه كساله في الحمام. جاوبها مول الحمام وقال لها هي هاد السيده خدامه هنا وسميتها ربيعه. قالت لي عافاك عيط ليا ليها راني بغيتها. عيطوا الربيعه وجات لعندها، سولتها ربيعه وقالت لها شكون انت يا لاله وشنو بغيتي مني؟ قالت لها انا جايبه لك واحد الخديمه الا بغيتي. ربيعه بقات كتسائل وهي تقول يلاه نمشيو للطوموبيله ديالي ونهضروا. جلسات كتهضر معها ووراتها واحد التصويره ديال واحد المراه. قالت لها واش كتعرفي هاد المراه؟ قالت لها هي هاد المراه كتجي كل سيمانه تعوم في الحمام وانا اللي كنحك ليها كنعرفها مزيان. علاش؟ قالت لها هاد المراه راه دارت براجلي وداتو ليا وانا راه باغا غير نبعدها من راجلي ومن ولادي. انا راه ما بغيتهاش تخرب ليا العش ديالي واليوم راني جيت لعندك بغيتك تعاونيني. ربيعه قالت لها كيفاش نعاونك؟ قالت لها عافاك بغيتك تجيبي ليا الشعر ديالها وتجيبي ليا شويه من الوسخ ديالها. انا راه ما باغاش ناديها، انا راه باغا غير نبعدها مني. ربيعه بقات كتشوف وهي المراه جبت ليها واحد العرام ديال الفلوس وعطاتو ليها. ربيعه شدات الفلوس وطمعات وقالت لها واخا ولكن بشرط ما تاديهاش. دارت معاها من بعد سيمانه وجابت ليها فعلا الشعر والوسخ ديال المراه ومشات في حالها وما بقات عرفات عليها حتى شي حاجه. ربيعه رجعت للخدمه ديالها ولكن هذيك المراه اللي كانت كتجي للحمام ما بقاتش جات، دازت شي 3 شهور ما بانت. واحد النهار جايباها امها مسكينه للحمام، ما بقات كتحرك ما بقات كتنوض ما حتى شي حاجه ومقطع ليها الشعر ديالها بحال الولد ولات مسكينه مسطيه. ربيعه تصدمات ما فهمات والو وهي تجي عند امها وهي تسولها وتقول لها فين غبرات ومالها مسكينه. قالت ليها اللي وقع عليها مسكينه وحماقت وتصدات، راه الراجل دابا طلقها ورجعها لينا للدار والوليدات راه عند باهم والحياه راها بائسه عندها. وهزات يديها وبدات كتدعي وقالت لهم الله ياخذ الحق في اللي كان سبب. ربيعه تصدمات وما عرفات باش تبلات وعرفات راسها راه هي السبب. ما قدرت تقول لمرا تصارحها بداك الشيء اللي وقع، ما قدرت تعيط الاخرى ما عندها عليها حتى شي علاقه بها، ما عرفات ما دير، بقات غير كتبكي ومصدومه وكتطلب الله يغفر ليها. واش الا صارحاتهم غيسامحوها؟ بالعكس غادي يديوها للحبس وغادي يجرجروها كيف ما دمرات الاسره كامله. المراه مسكينه تسطات وحماقت والاب مشى هو والوليدات ولا حول ولا قوه الا بالله. هاد القصه فيها عبره كبيره تخلينا نردوا البال، ما نثقوا في حتى شي واحد، لا في كساله لا في خدامه لا في عائله لا في حتى شي واحد. راه شي مرات الدقه كتجينا من المقربين. والله ياخذ الحق في اي واحد كيادي خوه المسلم بهذه الطريقه وبالسحر. نتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو، بغينا يوصل لاكبر عدد ديال الناس يشوفوه ويردوا البال، فالدال على الخير كفاعله. وإلا عجبكم المحتوى ما تنسوش الصلاه والسلام على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. وكيف ما قلت لكم ما تنسوش تزوروا القناة ديالي وتدعموني بلايك، تخليوا لي التعاليق ديالكم والرأي ديالكم كيهمني بزاف، وحتى الانتقادات البناءة ماشي الانتقادات اللي لأنها انتقادات. شكرا ونتمنى نشوفكم في الفيديوهات إن شاء الله.